السلام عليكم، مرحبا بكم عند هادية كويزين. اليوم جبت لكم بطاطا كوشة الله الله بالكبابة، حاجة من أروع ما يكون. صدقوني كي طيبتها الجيران جو يطبطبوا تلمو ريحتها تهبل تهبل. وإن شاء الله وصفتي تعجبكم وتجربوها وتشوفوا قداش بنينة. نبدأ على بركة الله. نبدأ الساعة نعدل في التتبيلة تاعي، نحط هنا حبة بصل متوسطة ولا صغيرة معليش في الأشواغ، نحط معاهم هنا 3 ولا 4 سنين ثوم، كيف نقصهم في الأشواغ تاعي باش الخلطة هذه رايحة نتبل بها الدجاج والبطاطا تاعي. الوصفة هذه هي وصفة تاع جداتي أم الوالد، ربي يرحمهم وينعمهم يا رب العالمين. وصفة بنينة على الآخر. بعد ما حطيت البصل والثوم زدت لهنا، حطيت شوية شحمة متبلة باش نرحاها، ودرت صبة باهية تاع زيت، وحطيت عاد التوابل تاعي، درت ملح، درت فلفل اسود، درت فلفل احمر حار، درت وش اسمه بصل مجفف مرحي، درت تابلو كرويه. المهم هنا ريزيبيس نتوما تعدلوا واش تحبوا. بعد ما درت ليزيبيس زدت مغرفه صغيره تاع طماطم ومعاهم مغرفه صغيره تاع هريسه، ونرحي هذاك الخليط كامل مع بعضه. من بعد نحط دجاجنا، هزيت خدمت بلي بيلون دو بولي، تقدروا تخدموه باللحم، تقدروا تخدموه باش تحبوا نتوما. وقصيت البطاطا دي ترونش بهذاك الخشن اللي شفتوه اللي نوريته لكم في الفيديو. بعد نقسم هذاك التتبيله هذيك، نقسمها بين الدجاج والبطاطا، ونتبل عاد الدجاج تاعي بيان، ندخل فيه هاك المكونات هذيك مليح مليح وهو والبطاطا، ونخليهم تقريبا 1 ساعة كاملة وهما يتشربوا في هذيك التتبيلة هذيك. كيف البطاطا هنا نزيد نخلطها بيان مع مع هاك الخلطة تاع ليزيبيس والبصل والثوم مليح، ونغطيهم كيما قلت لكم، نخلوهم يرتاحوا ساعة كاملة. بعد ما نخلوهم ساعة كاملة يرتاحوا، نحلوهم نلقوهم ريحتهم تهبل تهبل. نروح عاد نجيب البلا اللي يدخل الفرن. شوفوا لهنا مش راح نوري لكم سر من أسرار دارنا. هذا البلاتو على بالكم اللي يدخل في الفرن نحاس قديم، هذا راهو يعني تاع أمي، هي تاع جدودها، يعني وش نقول لكم، هذا يعني أقدم حاجة عندنا في العائلة، قديم قديم خلاص، وبصح الطياب فيه يجي من ألذ ما يمكن. فرشت فيه البصل، قصيت البصل شرائح، فرشت فيه البصل، وبعد فرشت هذيك البطاطا، وبعد حطيت شوية فلفل وطماطم، وزدت حطيت فوقهم الدجاج. قلتلكم على المول هذا درك تشوفوا امي تشوفني حطيته في القناة ما على باليش واش راح تكون الرياكسيون تاعها. المهم حطيت لهنا، شوفوا كيفاه راهو اعوج تلمو، على بالكم راهو قال من قبل الحرب العالمية الثانية البلاطو هذا من ماكلة فيه صدقوني بنينة 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 تهبل. المهم بعد ما حطيت الفلفل زدت هنا شرائح تاع طماطم، ونجبد هذوكم لي بيلون تاع الدجاج نزيد نحطهم، وهاك اللي بقى هذاك تاع لي زيبيس اللي بقى في فك الاناء نزيد ليه شويه ماء، ونمرق بيه هاك الماء هذاك، مش ياسر الماء باش ما تجيناش ماسطه، شوفوا كميه قليله برك تاع الماء. ومن بعد عاد نحطها درك على جنب، ونروح نجيب القبابه. وش هي القبابه؟ القبابه راهي عباره على بذور، تلقوهم عاد اللي يبيعوا حوايج لي زيبيس، بالنسبه
الناس يسكنوا في تبسة. انا لقيتهم عند ولد الجلالي في زنقة الديوانة. شوفوا هنا القبابة تحطوها في المهراس هنا ونهرسها. على بالكم الريحة تاعها جت بين نواد موسكاد والقرنفل والفلفل الأكحل. شتو الميلانج هذا هي النكهة تاعها. تهرسوهم وعلى الاخر خلاص نصبو هاك القبابة هذيك، نصبوها بيان ومن بعد نقفلوا عليها كان عندكم بلا بالغطاء تاعو. انا ما عنديش، هذا قديم ما فيش غطاء. درت البابي كويسون ومن بعد نقفل بابي دالومنيوم ونحطها عاد في الفور ونشعل عليها فوق من فوق ومن تحت. ومن بعد نحي البابيي ونحل عليها من الفوق حتى ينشف شويه كالدجاج هذاك يحمر شوي ونخرجها. صدقوني واحد الريحه. على بالكم شفتوا الطرف شوي تحت هذيك القبابه عطاها واحد الريحه واحد لوغو انكرويابل. جربوها واعطوني الخبر. هنا هاي طابت. شوفوا كيف خرجتها. تهبل خليت الدجاج زاد حمار شويه من فوق، شعلت من فوق بركه بعد ما طابت. وهذه هي هنا سربي قدامكم في البلاطو تاع التقديم. جبت هذا تاع الفخار الصغير، قلت هكا باش نمد روحي واحد الجو رائع. جو رائع. هنا شوفوا نهز عاد هاك الخلطة تاع البطاطا ومع الطماطم والبصل والفلفل. بنين والله. جربوا تشوفوا. على بالي راح تدعولي بالخير وادعوا لجداتي والوالد تاعي بالرحمة ان شاء الله. وكل يا رب يرحم كل الأموات المسلمين يا رب العالمين. هنا شوفوا هاني قاعدة نسربي في البلاطو. عملت البطاطا كما قلت لكم. نزيد هنا شوية لاصوص هذيك اللي من في التحت. وهذه كملتها درت معاها كسرة تاع قمح ان شاء الله الفيديو الجاي نحط لكم كسرة القمح. درت معاها كسرة تاع قمح. الله الله. درتو هذا في الغداء تاع الجمعة. حاجة من أروع ما يكون. وهذه هي ونقول لكم تهلوا في رواحكم. والفيديو الجاي إن شاء الله إلى اللقاء.